السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هننبه على اخواتنا البنات او بناتنا او نسائنا ونساء المسلمين، اللي بيحصل في الملابس اللي هم بيرتدوها وهم طبعا مش واخدين بالهم. خدوا بالكم، هقرب لكم الصورة اهوت علشان تركزوا فيه. ده صورة ايه على الملابس بتاع الاخت؟ ده صورة صليب. ناخد بالنا ان منتشر على ملابس المحجبات وحتى ملابس الرجال الصليب بصورة منتشرة. ده ليه بقى؟ لان طبعا في مصانع ملابس كتير بتبقى تبع المسيحيين، وطبعا الصليب بيبقى عند المسيحيين حاجة مقدسة، يعني بيعتبروه بركة، بيحطوه في جميع الأشياء يعني. فبالتالي حتى لما بيعملوا ملابس المحجبات وزي ما انتم شايفين كده بيرسموا صلبان. طبعا في ناس كتير هيقول لك يعني ايه صليب؟ ده مش صليب. لا، ده صليب اهو. بص، ركز معايا اهوت. اهو ده صليب 100%. تمام. والموضوع ده منتشر بطريقة غريبة جدا، لكن للأسف الشديد المسلمين ما بيركزوش في الموضوع ده، لكن هو بيبقى يعني مقصود من المسيحيين، اللي هي المصانع اللي هي خاصة بالمسيحيين، انها تحط الصليب في على الملابس وعلى جميع الاشياء اللي هم بيصنعوها. دي حاجة معروفة وملحوظة، لكن مش اي حد بيلاحظها. وزي ما بقول لحضراتكم اهوت، يعني تاني اهو بقرب لكم اهوت. ده صليب 100%. ده مش ده بس، ده اللي ظاهر في الصورة، لكن العباية او الاسدال اللي هي لابساه ده مليان بقى صلبان زي ما حضراتكم شايفين كده. مش ده بس. تمام. يعني مثلا لو جبت لكم صورة يعني بجنب تاني اهو، يعني هتلاقي اهو منطقة المنطقة كلها صلبان. تمام. فالكلام ده وهي اخت محجبة ومش واخدة بالها خالص ان دي صلبان. ويعني الكلام ده منتشر حتى في الملابس الرجال. يعني الكلام ده بس مش بس في ملابس النساء، لا ده حتى في الرجال. لكن المشكلة ان دي تبقى مثلا اخت محجبة وملابسها مليانة صلبان وهي مش واخده بالها، او بتاخدها ببساطه. تقول لك ايه يعني صليب؟ لا، الكلام ده يعني غلط. غلط ان احنا نشيل صلبان زي المسيحيين، وهم اخوه لنا في الوطن ومتعايشين معاهم، لكن مش معنى كده ان احنا نحط صلبان على ملابسنا ونلبس ملابس عليها صلبان زي ما انتم شايفين. لا، الكلام ده يعني المفروض يعني ننتبه ليه؟ لان دي بتبقى حاجات مقصوده من طبعا المسيحيين، ان هم بيحطوا الصلبان على جميع الاشياء اللي هم بيصنعوها. يعني حتى الكلام ده الصليب ده، يعني في للاسف كمان حتى بتلاقي في مساجد عليها صلبان، لكن برضو مش واخدين بالهم. بتبقى داخل المسجد في صلبان. يعني مثلا في مسجد الرفاعي في القاهرة اللي هو تبع الصوفية، مليان صلبان، مليان صلبان. وهم معترفين حتى داخل المسجد في مقابر لمسيحيين. يعني في تهاون غير عادي في هذا الموضوع. دي أخت هي محجبة ومش دارية باللي هي لابساه، واللبس بتاعها كله صلبان زي ما حضراتكم شايفين. فيجب ان احنا ننتبه ونحذر من هذه الملابس، وتبصوا على اللي انتوا بتلبسوه. يعني هل مثلا في حد بتلاقي حد مثلا مسيحي لابس حاجة عليها مصحف مثلا؟ مش هتلاقي. لكن عند المسلمين بيبقى عندهم غفلة للأسف الشديد، ومش واخدين بالهم أو بياخدوها يعني بتساهل، ويلبسوا حاجات عليها صلبان ويعني عادي جدا ويقول لك مفيش مشكلة. يعني ده لا يليق كمنظر محجبة، وفي نفس الوقت الملابس عليها صلبان زي ما انتم شايفين. فالكلام لازم يكون يعني نكون عندنا وعي وعندنا تركيز، ونتجنب هذه الملابس اللي عليها صلبان، وتبقى عينينا متفحصة وعينينا تلقط الحاجات ديت. يعني مش محتاجة
ذكاء قوي يعني. خلاص، لكن نحافظ على ديننا ونحافظ على عاداتنا، ولا ننجر وراء هذه الأشياء. شوفوا، بصوا على الملابس، يعني حتى في بيبقى على الظهر لبعض البنات أو الملابس، يعني بتلاقي صليب واضح جدا على الظهر، وبتلاقيه كبير. وحتى في الملابس بتاعت الرجال هتلاقي الكلام ده. فالكلام ده يجب ان احنا نحذر منه. وانا حبيت انبه على الموضوع ده لان في ناس كتير في غفلة عن الموضوع ده وما بياخدوش بالهم. فتاخدوا بالكم ان انت تبقى ممكن تبقى لابس حاجة وعليها صليب، وانت يعني مش واخد بالك، او واخد بالك واخدها ببساطة. هي دي المشكلة والكارثة الكبيرة. خلاص. ربنا يحفظ المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله.